فوجئنا الحقيقه بالاخ مرتضى منصور كالعاده، كلام، هجوم، شتايم، سباب، الطريقه اللي بيوجدها دايما. هتكلم في الموضوع انا من وجهات نظره كلها المختلفه حقيقه. وجهه النظر الاولانيه او كلامي الاولاني، كل جعجعه مرتضى منصور فيما يتعلق بفكره ان احنا نتحرم من حقنا ان احنا نتكلم في الكوره ولا ليها اي قيمه. تاني، ولا ليها اي قيمه. مش هتمنعنا نتكلم في الكوره، ومش هتمنعنا ان احنا ننتقدك، ومش هتمنعنا ان احنا نتكلم في التحليل الفني للمباراه، ومش هتمنعنا ان احنا نعقب على القرارات. ده الناس بتتكلم في السياسه وما عندهمش مشاكل. هتيجي انت تمنعنا نتكلم في الكوره؟ غريبه جدا. يعني شوفوا حاجه الواحد ما شافهاش ولا هيشوفها، ما شافهاش ولا هيشوفها. فباختصار شديد، هو امبارح عمال يقول لك انا ما بخافش انا ما بخافش. يا عم انا، ما هو انا بعبع؟ انا ما ولا خوفتك ولا عملت حاجه. انا لا خوفتك ولا عملت حاجه. ده كلام في الكوره. كون ان انت حضرتك عندك مشكله انه الناس اللي حواليك الخمسه سته اللي متعودين دايما يطبلوا لك على كل حاجه، صح غلط اي حاجه من الحاجات دي، فانت متعود تسمع ده، فبقى عندك احساس بالذاتيه انه ما ينفعش حد ينتقدك. فدي مشكله حضرتك، مش مشكلتي انا، مش مشكله الاستوديو التحليلي، مش مشكله الكباتن اللي موجودين، مش مشكلتنا. حاجه انت بتعملها غلط. وهتكلم بالعكس، الناس الحره اللي دمها حر، اللي اتربت في بيوت، اللي عارفه قيمه شغلها كويس، مش هتعمل كده. هطلع اقول لحضرتك يا فندم انت كنت هنا صح، انت كنت هنا غلط. الموضوع بسيط جدا بالنسبه للي زينا، ايا كان حجمهم، ايا كان اماكنهم، اماكن تواجدهم. فارجع تاني للنقطه الاساسيه. انا في اطار عام انا شغال عليه، عمري ما هعديه، عمري ما هتعداه، عمري ما هخرج براه. الاطار ده بالنسبه لي هي مصلحه الجماهير اللي انا بتكلم عنها في اي وقت من الاوقات، طالما الامر يتعلق برايي. هنا حضرتك بالنسبه لي على جنب بكلم جمهور نادي الزمالك، ده ما ينفعش، ده عشان مصلحه نادي الزمالك. اذا كانت في ناس موصلاك لدرجات انك ما تقبلش النقد، فدي مشكلتك مش مشكلتنا. احنا ما شتمناش، احنا ما بنعرفش نعمل كده، احنا بنعرف نتكلم في شغلنا. انما حضرتك بتعرف ترد في حتت تانية، ما بتكلم. اسف، عمرك ما واجهت النقد بالحجه، عمرك ما عملتها، عمرك ما طلعت قلت لا والله انا ما كانش ينفع اقول، عمرك. مع ان الناس اللي بتكلمك دي مش عايزه منك حاجه. لحد ما انا عايش وعندي نفس بتنفسه، مش هتمنعني اتكلم في الكوره، مش هتمنعني اتكلم في شغلي، مش هتمنعني اتكلم في مصلحه نادي الزمالك. مش هينفع ومش هتعرف ومش هيحصل. خلاص، عشان يبقى الموضوع واصل ونهائي. الاطار العام بتاع القناه المحترمه اللي انا فيها انا عارفه كويس قوي، ولا عمري في يوم تجاوزته ولا هتجاوزه، ولا حتى حد من الساده المحللين تجاوزه ولا هيتجاوزه، لا مستقبلا ولا هي حصلت قبل كده. بس بنعرف نتكلم كلام يوجع ويألم لما يبقى في نوع من انواع التطاول بالشكل اللي انت دايما بتجيده ولا تجيد مجاد. رد قاسي من ابراهيم فايق، طبعا المعلم ابن المعلم الدكر، على مرتضى منصور، وكلام مهم جدا 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 يدل على الاحترام والادب والتقصيف والمهنة.